يا مستر ريفيرو يا ريفاريفو، لو انت ما لعبتش بالخطه دي بكره هنرجع لاول طياره مصر، وانت تاخد طياره بقى وترجع على جنوب افريقيا تاني. يلا اقول لك هتكسب بالماراس ازاي. بص يا معالي الباشا، الفرقه دي دايما بتضغط من قدام، يعني بمعنى اصح هتلاقيهم الثلاثه 4-3 دول بقى اربعه هنا تمام واثنين هنا فاهم، واثنين وراهم وانت مضغوط. فانت تعمل ايه يا معالي الباشا؟ هتلعب بحارس مصر الاول وحارس افريقيا الاول كابتن محمد الشناوي اللي عمل ماتش عمره تمام. قلوب الدفاع احمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم. ما تقوليش اشرف داري وما تقوليش ياسر ابراهيم جنب بعض، لان انت مش هتعرف كده تخرج بالكوره تمام. ناحيه الشمال هتلعب بمصطفى العش عشان هيساعدك بالخروج بالكوره، وقت ما محمد هنا يخرج الاثنين دول هيجوا كده هو هيقفل بالمنظر ده. حلو الكلام، عشان الواد اللي اسمه ستيفانو ده اللي رايح تشيلسي من الاخر كده اللي هيطوله هيقعد يقلب فيه رايح جاي. طيب نص الملعب مكون من اليو ديانج هقول لك تاني، اليو ديانج ولا مروان عطيه ولا حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان. ايه ده؟ انت مش هتلعب باتنين ديفندرات؟ بقول لك يا باشا بيلعبوا ضغط عالي، يعني انت محتاج لعيب الكره تخرج بالكره من ورا لقدام. حلو الكلام. طيب رقم 10 هنا مكان امام عاشور اللي ربنا يقومه بالسلامه كابتن اشرف بن شرقي. ايه ده؟ ازاي؟ هقول لك انا ازاي. لان وانا بدافع تمام هيلعب هنا تريزيجيه طبعا الجناح الشمال، وزيزو هو الجناح اليمين مش حد تاني، وسام ابو علي هو المهاجم، وانا يا باشا بدافع هنزل كده بدول، واشرف بن شرقي وسام ابو علي هيبقى هما الاثنين اللي هنا ضاغطين على اللعيبه اللي بتخرج بالكوره، وانا بلعب كومباكت جيم لان الفرقه دي في الخروج بالكوره تمام مش اعلى حاجه، ولكن في الضغط العالي حرفيا هتسففك التراب. قول لي بقى انت شايف الخطه دي مناسبه ولا ريفيرو ليه راي تاني؟ شايف هنوصل ولا هنرجع لاول طياره؟